بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته. بدءا أقدم خالص الشكر لوقف توداف على هذا البرنامج الجميل طوال شهر رمضان المبارك. الخاطرة اليوم أيها الأحبة تتكلم عن أقصر طريق للحب. الحب كما يعرفه علماء اللغة هو ميل النفس والعقل إلى شيء ما أو هدف ما. هدف العاقل، هدف المسلم، هدف بعيد النظر، هدف الذي يخطط للمستقبل هو أن يضمن أنه يحب الله سبحانه وتعالى وأن الله تعالى يحبه. أما الأولى فأنك تحب الله، فأنا متأكد كل العقلاء كل المؤمنين لما تسأل يقول لك نعم أنا أحب الله تعالى، ولذلك أنا أصلي وأصوم وأتصدق وأعمل الخيرات لأني أحب الله. لكن إن سألته هل يحبك الله؟ بالتأكيد لن يجيبك إجابة متأكدة، لأن الأمر معلق. ولكن عندنا هناك أيها الأحبة إشارات تؤدي إلى محبة الله تعالى للعبد. لكنه يتساءل الإنسان: وما الفائدة إذا أحبني الله؟ ما المردود المادي والمعنوي الذي سأناله إن أحبني الله سبحانه وتعالى؟ تعالوا معي إلى صحيح البخاري لنرى هذا الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: لا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. قوة، استمداد قوة السمع والبصر واليد والرجل من الله سبحانه وتعالى. جائزة عظيمة وخطوة أولى في خطوات حب الله سبحانه وتعالى للعبد. ثم ماذا يا رب؟ قال: وإذا سألني لأعطينه. تخيل، ماذا تريد؟ ما هي أمنياتك من الله سبحانه وتعالى؟ عاجلا أو آجلا سينفذها الله سبحانه وتعالى لك، لأنها وعد من الله. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. والحديث واضح المعاني، واضح الدلالات. لا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وإذا سألني لأعطينه، وإذا استعاذني لأعيذنه. والثمن لذلك هو النوافل. نتقرب إلى الله تعالى بالنوافل: السنن، قيام الليل، الصيام النافلة، العمرة النافلة، الصدقات إلى آخره. ولكن رب سائل يسأل يقول: والله هذا طريق شاق، ليس بالطريق القصير. نوافل وعبادات وقيام ليل وإلى آخره تأخذ مني وقت، ولا أدري هل ستكون نقية صافية، هل سيقبلها الله أو لا سيقبلها. هذا طريق طويل وغير مضمون. أقول: رويدك أخي، رويدك أيها السامع، رويدك أيها المحب. هذا طريق آخر أظنه أقصر وأسرع وأيسر. إنه ما دلنا عليه الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران، وتحديدا في الآية 31، يقول جل في علاه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. خطاب يوجهه الله سبحانه وتعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم: يا محمد، قل لأحبابك، قل لأتباعك، قل للمؤمنين، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. اتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم. وما الثمن وما الجائزة يا رب إذا اتبعنا رسول الله؟ قال: يحببكم الله. هذا فقط؟ قال لا، زيادة: ويغفر لكم ذنوبكم. إذن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم سيؤدي إلى محبة الله سبحانه وتعالى تأكيدا للعبد، وإلى مغفرة ذنوبه. هذه الجائزة. الثمن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. واتباع النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة يعني الذوبان به، محبته، طاعته، تقليده في أقواله وأعماله وأفعاله.
هكذا عمل الصحابة، ومنهم نتعلم أيها الكرام. عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه يمشي مع جمع من الصحابة، يمشي مع جمع من الصحابة حتى إذا رأى جذع شجرة التف حوله ومشى. قالوا: ما فعلك هذا يا عبد الله؟ قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. كنت خارج مع النبي صلى الله عليه وسلم مرة فرأيته يفعل هنا في هذا الموضع وحول هذا الجذع هكذا، ففعلت فعلته. بل أن عمر رضي الله عنه وأرضاه يقف أمام الحجر الأسود ويخاطبه يقول: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك فقبلتك. أقبلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وذلك قال الشاعر: الحجر الأسود قبلت بشفتي قلبي وكل وله، لا لاعتقادي أنه نافع بل لهيامي بالذي قبله. أنا ما أقبل الحجر الأسود لأنه حجر، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبله، لأن شفاه النبي صلى الله عليه وسلم الكريمة العظيمة طبعت على هذا الحجر المبارك. أيها الأحبة، نريد أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم، نتبعه بالحب، بالتطبيق، بالعمل، وأن يكون حبه أكثر عندنا من أي شيء آخر حتى من أنفسنا. ولذلك يروي بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي معهم، وكان معهم عمر، والنبي صلى الله عليه وسلم ماسك بيد عمر، يقول عمر ماشي، عمر ما أخذ معه. فعمر شعر بنشوة، بمشاعر جياشة، بارتفاع همة. النبي صلى الله عليه وسلم يقربني إليه من بين الصحابة ويأخذ بيدي. فتعال يا عمر وبث أشواقك للنبي، بث حقيقة حبك للنبي. فقال: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. أحبك أكثر من أموالي وأولادي وعائلتي وبساتيني وتجارتي، بس نفسي. قال صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. هذا مؤشر أيها الإخوة، إذا ما نحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسنا، ناهيك عن أولادنا وأموالنا وكذا، إذا ما نحب أكثر من أنفسنا فحبنا فيه خلل، فيه غبش. قال: لا يا عمر، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فارتجف عمر وخاف وعلم أن الأمر فيه خطورة. إن لم يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه فهو ليس تابع صحيح، وإن لم يكن تابعا صحيح فلن يحبه الله سبحانه وتعالى. قال: يا رسول الله، الآن يا رسول الله، والله إني أحبك أكثر من كل شيء حتى من نفسي. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الآن يا عمر، الآن تحقق الحب الحقيقي. فهل نحن أيها الأحبة مستعدون أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم كحب عمر؟ نحبه أكثر من أنفسنا، أكثر من كل شيء حتى من أنفسنا. إن فعلنا فقد أفلحنا، إن فعلنا فقد فزنا، وهنيئا لنا. إذن هذا الطريق أيها الأحبة هو أقصر طريق لاتباع لأن يحبنا الله سبحانه وتعالى، أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، واتباعه يسير. خذ أي كتاب من كتب السيرة الصحيحة أيها الحبيب، واجلس مع نفسك، اجلس مع أهل بيتك، اجلس مع أرحامك، اجلس مع جيرانك، اجلس في البيت أو في المسجد كما تعمل يوميا ورد من القرآن الكريم، وهذا سنة حسنة مباركة. اعمل كذلك ورد ولو 5 دقائق لدراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيقها في واقع حياتك. اجلس مع أولادك، علمهم ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما يصحو من نومه. نعم، كان أول ما يصحو من نومه أيها الأحبة كان يجلس في فراشه، يمسح وجهه الشريف، ينظر إلى السماء، يقرأ أواخر آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى آخر الآيات. أول فعل للنبي صلى الله عليه وسلم الجلوس في الفراش، ما يقوم، لأن حقيقة هذا حتى طبيا كثير من الناس يجلس من نومه يركض إلى الحمام،
فتحدث عنده السكتة الدماغية أو السكتة القلبية. يجب أن تجلس في فراشك حتى يتوازن الدم ويرجع الدم إلى من حالة النوم إلى حالة الاستيقاظ، يتوزع على الجسم، ثم قوم. امسح هذه أثناء الجلوس، امسح وجهك، اقرأ دعاء الصباح، الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور، اقرأ آيات نهاية آل عمران، ثم قم. عندما تأوي إلى فراشك ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان ينفض الفراش بطرف ثوبه. انفض فراش بطرف ثوبك، أو انفضه بشرشف أو بمنشف أو أي شيء، حتى إذا كانت هناك حشرات أو أوساخ أو كذا تزال عن الفراش. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أيها الحبيب. وكذا أفعاله في السوق مع أهل بيته، مع أولاده، في تجارته، في لقائه للوفود، في مزاحه مع الأطفال، في يوميا أو كل أسبوع تعلم خصلة، عمل من أعمال النبي صلى الله عليه وسلم، ردده مع أولادك، تدربوا عليه حتى تتيقن أنك أنت وأولادك وأهل بيتك تفعلونه، ثم انتقل إلى خصلة جديدة. وبذلك سترى نفسك خلال عام واحد أنت من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقيين. بدأت مشاعرك، أحاسيسك، أعمالك، أفعالك تتقمص شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، فيصبح حب النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليك من أي شيء، حتى من نفسك. لماذا تأكل كذا يا عبد الله؟ تقول والله لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل كذا. لماذا تجلس كذا يا عبد الله؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس كذا. لماذا تمشي هكذا يا عبد الله؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي هكذا. فتعيش حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فنسمو ونعلو ونرتقي في محبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه، فنفوز بمحبة الله تعالى، وهذا هو المطلوب. آسف على الإطالة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم أعمالنا، وأن يجعلنا من أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعلنا من أحباب الله سبحانه وتعالى لنفوز بمرضاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.